فبدأ المطر يهطل في جميع أنحاء المدرسة، ومن شدة العطش أمسكا بحوض لجمع الماء. وفجأة أدركت الفتاة أنه لم يكن مطرا بل حليبا، وتذكرا صندوق الرمل، ولاختبار أفكارهما سكبا الحليب في صندوق الرمل، فازداد مطر الحليب في جميع أنحاء المدرسة. أدرك الأخ أن صندوق الرمل كان مكبرا للصوت، يمكنه تضخيم أي شيء يلقى فيه. وفي الوقت نفسه وصلت نهاية العالم، وكانت موارد المياه العالمية تتبخر، ولم يكن الماء نعمة فحسب، بل كان الطعام أيضا نادرا. كان لدى الأخ والأخت فكرة جيدة، فاستعارا قطعة خبز ثم ألقيا بالخبز، وصليا من أجل المزيد من الخبز ليأتي بسرعة. وفي الثانية التالية حدث شيء صادم، فسقط الخبز من السماء، وبعضه كان بحجم التلال الصغيرة، فذوقه الناجون ووجدوا أنه طعام نادر، فوزعوا الخبز ظنا منهم أنه هدية من الله. لم يكشف الأخ والأخت عن سر صندوق الرمل، بل استخدماه لتضخيم الأطعمة. سمع الناجون خارج المدرسة بالخبر، وطالبهم رجل سيء بتسليم كل الطعام. وجد الأشرار الكثير من الحليب والخبز، وسأل الرجل السيء من أين جاء الطعام. قال الطلاب إنه سقط من السماء، لكن الأشرار لم يصدقوا، فأمر رجاله بتخويف الناجين من المدرسة. ذهب الأخ والأخت إلى صندوق الرمل، فصرخت الأخت في الصندوق بمكبر صوت، فصدم هذا المشهد الأشرار. قالت الأخت إنها حارسة المدرسة، ثم أخرجت مصباحا يدويا ووجهته نحو صندوق الرمل، وفجأة تومضت السماء، فخاف الأشرار كثيرا وفروا من المدرسة. لكن خائنا قال إن أحدهم استخدم مصباحا يدويا لتخويف الناس. وفي اليوم التالي عاد الأشرار إلى المدرسة لسرقة الإمدادات. حاول الأخ إيقافه، لكن تم القبض عليه من قبل زعيم. ذهبت الأخت إلى صندوق الرمل وحطمت الحجارة فيه، فبدأت النيازك بالظهور في المدرسة تحت سيطرة الفتاة، ولم تسقط إلا بالقرب من الأشرار، فعوقب الأشرار مجددا.